أهلا وسهلا بيكم في كورس برمجة الذات. برمجة الذات احنا محتاجين نعرف يعني ايه برمجة الذات. الإنسان مننا لما اتولد خد برمجة في ال7 سنين الأولى من الأب والأم والأسرة المحيطة. فهو كان جاي فطرة بيضة جميلة جدا، كل حاجة ما كانش عنده أي حاجة يمتلكها، ولكن الأسرة بدأت تحط مكتسبات، تحط قناعات، تحط أفكار، تحط سلوكيات، تحط أحداث، والطفل بدأ يتبنى هذه الأحداث ويتبنى هذه المواقف اللي بتمر بيه داخل بيئة الأسرة. فبالتالي تبنى كل هذه الأفكار واتبرمج عليها، سواء كانت أفكار إيجابية أو سلبية، سواء كانت أفكار محفزة وداعمة أم أفكار بتعمل كبت قدراته. فالأب والأم هم المسؤول الأول على برمجة ذات أبنائه. يعني الولد اللي بيطلع ناجح وبيطلع متفوق ومتميز هو كان عنده في الأسرة أب وأم داعمين ليه وبيشجعوه وبيكتشفوا مهاراته وبيساعدوه على تنميتها. الولد اللي بيطلع فاشل أو عنده قدرات ضعيفة كان عنده أب وأم بينتقدوه وبيلوموه وبيقارنوه ما بينه وبين الآخر، فتبنى فكرة إن هو فاشل فاتبرمج على إن هو فاشل فكبتت قدراته. فمن هنا لازم نعرف ونفهم كأب وأم إن برمجة الذات بتبدأ من حضرتك. يعني قدرات ابنك العقلية أو الفكرية مش عجز عنده، دي بيبدأ برمجة من حضرتك، انت اللي صنعتها، واللي انت صنعته هتزرعه، واللي زرعته هتحصده. فأتمنى الأب والأم يفهموا يعني إيه برمجة الذات. وحضرتك لو انت حد كبير وعاقل وناضج وعايز تشتغل على نفسك وبتعاني من مشاكل او من سلبيات مش عاجباك في نفسك ورافض نفسك طول الوقت، ادخل وشارك معانا في كورس برمجة الذات، هيفيدك جدا. واستمتع معانا بالرحلة، رحلة تغيير وبرمجة الذات من أول وجديد. برمجة الذات نقدر نعيد توازنها من أول وجديد ونعرف احنا فين نقاط القوة عندنا وفين نقاط الضعف، ونقدر نتعامل معاها ونطبقها بشكل جيد. تحياتي نعمة عبد الله، مستشار الصحة النفسية والتنمية الذاتية.